عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم أم هاجر من قناة لمسات. اليوم جبت لكم وصفة هايلة وسهلة وميم طون أستيوس، يعني حنديروا هذه الوصفة مقروط تاع كوشة بالتمر، يجي معسل وهايل ويجي مورق. وصفة سهلة وبالخف وحنا درناها. هذا المقروط درتو بهذوك لي شوت تاع بقلاوه، درت لكم ديجا في الفيديو السابق فيديو تاع بقلاوه. هذوك لي شوت اللي يبقاو نديرو به هذا المقروط. هاي لاباط تاعنا بعد ما نقلعوهم نخلوها تريح، نجيبوا الغرس تاعنا نديروا له شويه زيت وما زهر، درت فيه شويه جلجلان، نسحقوا شويه مايزينا باه نحلوا بها العجينه، نحلوها تكون رقيقه باش هكا يطيب لنا ويجي مورق ثاني. ها ولا فوالا. ونروحوا نشكلوا هذوك، نشكلوا التمر هذاك الغرس يعني اللي نديروه في الداخل كما راكم تلاحظوا. هاملا نحطوا فوق العجينه ونبدا ندور فيه، نلصقوه هكذا في الاطراف ونروليه، ونبدا نروليه على حساب يعني السمك اللي يعني باغياته كيفاش يجيني المقروط، ما نخشنوش بزاف كما راكم تلاحظوا. فوالا كما راكم تشوفوا نقطعوا الحبات، نقطع الاولى ونبدا نقيس بها باش يجوني الحبات كاع كيف ونبلع غايه تما هذيك اللي نبلعها نديرها من تحت باش ما تحلولناش الحبات تاعنا. ها مالا نقطعهم نديرهم يطيبوا، نشعل الفور تاعي من تحت والفوق، نقص النار يعني نار متوسطه باش يطيبوا من الداخل ثاني. كي نطيبهم انايا دوطخ كوتي نوجد العسل يكون دافي شويه وكاوكاو وجلجلان، يعني نقدروا نرمدوهم في الكاوكاو ولا جلجلان. انا ندير حبات بالكاوكاو وندير حبات بجلجلان. كي نقلع الحبات تاوعي نديرهم في العسل كما راكم تلاحظوا، نخليهم شويه. شوفوا كيفاش يجي التوريق تاعو، شوف كي يجي مورق ويجي هايل وخفيف وبنه يعني ما شاء الله. كي نعسل الحبات تاوعي ندير كيما قلت لكم، ندير حبات في الكاوكاو وحبات نرمدهم في جلجلان هكذا، يعني نكونوا نقدروا يعني بهذو لي شوت نديروا هذو لي شوت تاع بقلاوه، نقدروا نديروا بهم قريوش ضبيط، نديروا بهم قريوش صامصه. انا اليوم خيرت لكم هذه الوصفه، يعني يجي هايل ويجوا تقدري اي مناسبه ديريها. هامل الحبات تاوعي انا نكمل الحبات تاوعي كاع ويخرجوا حبات يعني ما شاء الله يخرجوا. هامل المقروط تاعي بعد ما كملته وحطيته في لي كيسات. وصفه هايله وبالخف وسهله يعني، ومنها اتيليزينا هذوك الحواشي تاع بقلاوه. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر.